السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم ولاء احمد ودي قناتي. ان شاء الله النهاردة هحضر معاكم قشطة الافران اللي كلنا بنشتريها من الفرن وبنحبها. النهاردة ان شاء الله هعرفك تعمليها ازاي في قلب البيت ومكونات من قلب بيتك. قبل ما نبدأ كلامنا نسمي الله ونصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. يلا نشوف مكوناتنا. انا ان شاء الله هشتغل في ما شاء الله 2 كيلو من الدقيق. حابه تشتغلي في كيلو من الدقيق هتقسمي الوصفه المكونات بتاعتنا. معايا 5 معالق من السكر، عليهم باكيتين من الخميره، ومعايا كوبايه ميه فتره يا جماعه عشان احنا في الشتاء. وهنقلب المكونات دي كويس جدا الخميره ونغطي عليها. مقاديرنا سهله وبسيطه وهتلاقيها في قلب بيتك وهتحضريها ويبقى عندك فطار لاولادك. يعني الشتاء عايز معجنات. هغطي على الخميره بتاعتنا لغايه لما تتفاعل، وهبدا بقى في العجان بتاعك او في الطبق بتاعك هتعجني. ايا كان لازم تعجني كويس المعجنات علشان تبقى هشه وخفيفه. لازم تعجنيها كويس وما تنسيش باكت البيكنج باودر ورشه الملح. اوعي تنسيها، لازم رشه الملح على العجين بتاعنا. وهنبدا بقى نقلب المكونات الجافه دي كويس جدا. هنزل بكوبايه من الزيت ومعايا كوبايه من السمنه. لو انت هتعملي كيلو دقيق هيبقى كوبايه سمنه على الزيت ومعلقه من الزبده. معايا حوالي معلقتين كبار من الزبده الطريه زي ما حضراتكم شايفين. هبدا ابس العجينه بتاعتنا. طبعا باكت الفانيليا ده بيخلي اللقمه ريحتها حلوه جدا في قشطه الافران. بس كويس جدا العجينه بتاعتنا وعايزاها تبقى زي الرمل كده. هنبدا ننزل بالسوائل بتاعتنا وهي عباره عن الخميره اللي احنا كنا حاطينها تتفاعل، ومعانا طبعا الحليب الدافي. اوعي تنسيه، ممكن تعجني بحليب او ميه، بس لو انت هتعجني بميه هتحطي معلقتين كبار من الحليب البودر. فانا هعجن بالحليب الدافي. معايا كوبايتين من الميه وكوبايتين من الحليب، وهعجن كويس جدا زي ما حضراتكم شايفين. دلوقتي انا هغير السلاح بتاعي وهعجن بقى كويس. اعجني كويس لغايه لما تلاقي عجينه طريه كده وملساء وناعمه كده. معلقه زبده كمان كده قبل ما تخلصي العجين بتاعك. ولو احتاجت كوبايه، نص كوبايه من الحليب او نص كوبايه من الميه، ده حسب كل نوع دقيق. اللي وصل لغايه هنا ما ينساش يفعل زر الجرس واشترك في القناه ليوصل لكم كل جديد يا حبايب قلبي. دلوقتي انا هسيبها حوالي ساعة كده تختمر وهغطي عليها كويس. بعد ما اختمرت معانا كده هبدأ بقى اشكل العجينة بتاعتنا بالطريقة دي. هاخد قطعة من العجينة وهغطي على الباقي وهشتغل. مش هقطعيها زي ما تحبي بالظبط، بس انا هقطعها زي قشطة الافران اللي بنشتريها من الفرن. قطعيها قطع صغيرة كده، وانا عملتها قبل كده في القناة وكان طعمها روعة وجميلة جدا وسهلة وبسيطة. وكفاية ريحة المعجنات والمخبوزات في الشتاء كده بتدي جو شتوي جميل جدا. شوفوا ما شاء الله حاجة روعة. حطيتي اللايك؟ اوعي تنسي اللايك وتفعلي زر الجرس كده وتشتركي في القناة. ودعوة حلوة كده من قلبك يا قلب اختك. ما شاء الله ممكن تحشيها كمان. هبدأ اشكل العجينة كده بالطريقة دي حسب الحجم اللي انت عايزاه. انت ممكن تعمليها حجم كبير بس انا هعملها بالحجم ده. وتكوني طبعا يعني علشان تاخدي لون التسوية اللي انا هوريهولك كده. خليكي في الاخر واستنيه. هدهن بقى الصينيه بتاعتي كويس كده، لازم ادهن الزيت كده. وهنزل بقى بالعجين بتاعنا اللي انا شكلته، هرصه في الصواني بعد طبعا ما اديله تكه جميله جدا. بعد ما قطعت الكميه بتاعتي كده بالطريقه دي هبدا اشكل العجينه بتاعتنا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. بعد ما قطعت العجينه كده بالطريقه دي هبدا بقى بكف ايديكي كده، هي ضغطه واحده بس، ما تكتريش، ضغطه واحده كده بالطريقه دي. وهتبداي بقى ترصي قشطه الافران بتاعتنا في الصينيه ووسعي بينهم كده. وريتك كمان ممكن تعمليها بكف ايديكي لو انت مش هتعمليها كده. شوفوا ما شاء الله ريحتها روعه.
وكده هخلص الكمية دي وهبدأ ارصها في الصينية. ما شاء الله بالطريقة، شوفوا ما شاء الله حاجة كده من الآخر. جربوها بنفس الطريقة وهتدعوا لي من قلبكم. وكده انا هبدأ بقى اعمل الكمية اللي معايا وارجع لكم تاني. وبعد ما خلصت الكمية بتاعتي سبتها حوالي ساعة ونص كده تختمر. شوفوا ما شاء الله. ودلوقتي انا ببقى مسخنة الفرن قبلها بنص ساعة عشان اسويها زي الافران بالظبط. دفي الفرن، سخني الفرن كويس عشان يبقى لون قشطة الافران موحد، ما يبقاش واحدة حمراء وواحدة بيضة والكلام ده. شوفوا بعد ما اختمرت معايا هبدأ بقى ادخلها الفرن، وبعد ما تستوي هوريكم شكلها. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله. وهي في قلب الفرن ما شاء الله قبه وريحتها جميله. ودي التسويه بتاعتي ما شاء الله عليه، حاجه كده والله من الاخر، وهتعجبك وهتعجب اولادك. طريقه تخزينها بقى طبعا اللي هيطلع هتغطي عليه علشان تطرى معاكي وتبقى طريه، او لو ما عندك بخاخ ميه هترش عليها، بس يستحسن انك تغطي عليها بحاجه نظيفه كده. انا هغطيها بشال عندي كده ابيض مخصص للمعجنات بتاعتي، بروح مغطيه عليه. شوفوا بقى، يعني انتوا عايزين يعني شوفوا الكميه دي من 2 كيلو دقيق. شوفوا انتوا هتشتروها بقد ايه من بره، ومكونات في قلب بيتك، يعني مش هتشتري حاجه من بره. هرصها بقى على بعضها كده بالطريقة دي، وهغطيها وهسيبها تبرد. طريقة حفظها في الفريزر ما تبرد خالص، هتعبي الكمية اللي انت محتاجاها وهتكفيكي في قلب الكيس، وتربطي عليه تخرجي الهواء وتدخليها الديب فريزر. وقبل ما تطلعيها من الديب فريزر هتسيبيها تفك كده وكأنك يعني لسه عاملاها. حابة تسخنيها في الميكروويف بتبقى جميلة برضك وحاجة كده يعني. اتمنى ان انتوا تجربوها وتدعوا لي دعوه من قلبكم. وده كان فيديو النهارده يا حبايب قلبي، واشوف وشكم على خير ان شاء الله. فيديو جديد. كانت معكم ولاء احمد من اكلك احلى مع ولاء، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته يا احلى متابعين. سلام. بنعيش والوقت بيسرقنا، وبنمشي ونسرح في طريقنا، والأيام اللي بتجمعنا ممكن في ثواني